تعال اقول لك ازاي تعمل جريد للسوفت بوكس العادي شبه السوفت بوكس الاوكتا ووفر فلوسك. اول حاجه كان اختيار الخامات، جربت اكتر من خامه ودي اكتر حاجه ظبطت معايا، وهي نفس خامه الشنط اللي زي دي. بعد كده بدات اقصها على شرايط، عرض كل واحده ما يزيدش عن 4 سم، وده السمك اللي هيكون خارج من السوفت بوكس. وبالنسبه لتحديد المقاسات اللي هتحتاجها، فانا عندي السوفت بوكس 50 في 70، واخترت ان كل مربع يكون 5 في 5 بحيث ان ما يكونش فيه كسور في الحسابات. وبكده هنحتاج 13 شريط بالعرض طوله 70 سم و9 بالطول طولهم متر، وهتعرف ليه زودت في الاخر. وبالنسبه للشرايط اللي بالطول كلها تبدا تطبقها على 2 وتقص من الطرف الخارجي حوالي 1 سم، تقطعه مره من النص و6 على كل جنب. والشرايط اللي بالعرض هتتنيها برده، بس هتقص الشريط من النص مسافه حوالي 1 سم، واحده في النص واربعه على كل جنب. كده فاضل انك هتتني الشريط اللي بالطول وتعديه من اللي بالعرض. ممكن تزود مقاس اي واحده لو كرمشت معاك زي دي، وهتكرر الموضوع ده لغايه ما تخلص الشبكه كلها، وهتتني الاطراف وتدبسها بالدباسه بحيث يكون معاك مربع زياده. وكده فاضل انك تثبته في السوفت بوكس، وعندك حلين. اول حاجه انك تدبسه من جوه السوفت بوكس، وفي الحاله دي مش هتقدر تفكه تاني. وتاني حل انك تعمل له فريم زي ده بحيث ان انت تقدر تركبه بسهوله وما تضطرش تفكه كتير. ولو في اي حاجه مش فاهمها ابعت لي انستا، ولو لقيت ناس كتير محتاجاها ممكن اعمل كميه وانزلها. فقول لي رايك في كومنت، وبالتوفيق.